بص التوريقه، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده اهو. ولا تقولي لي بقى اجدعها فطاطري، هخليكي تعمليه في البيت وفي فرن البيت بنفس المنظر ده كده اهو. شويه عسل، شويه جبنه قديمه، عسل بالطحينه، اللهم صل على النبي اهو. قشطه وشارب قشطه. الفطير اللي شارب سمنه بلدي ده عامل ازاي؟ احفظي الفيديو ده عندك وخليه العوزه، لان مش هيخلص الفيديو غير وانت متعلمه كل سر في الفطير المشلتت الفلاحي زي ما قال الكتاب، فطير فتاك. الخطوه الاولى ايه يا حديدي؟ هنجيب نص لتر من الميه، عليهم معلقه ملح ومعلقه سكر، قلبيهم كويس جدا لغايه ما يدوبوا. وبعد كده بتجيبي كيلو من الدقيق، تعملي حفره من النص وتنزلي بالميه تدريجي، ما تنزليش مره واحده. وخدمي على العجينه ديت كويس قوي. بلغه الفطاطريه يعني ايه تخدمي عليها؟ يعني تعجنيها كويس قوي لغايه ما العجينه ديت تبقى معاكي ناعمه وجميله. والافضل بصراحه في العجين ان انت تشتغلي بايديكي. ممكن نشتغل بالعجان، ولكن انا حابب ان انا ابسط الموضوع عشان كل الناس تقدر تعمل الفطير المشلتت في البيت بكل سهوله. هقول لك كمان على اسرار تعمليه في فرن البيت، مفيش اي مشكله خالص، ويطلع معاكي 100% ناجح، مفيش اي مشاكل. اهم حاجه في الموضوع كله ان احنا نخدم على العجينه كويس. زي ما انت شايفه كده ببتدي ادخل العجين جوه بعضه وابتدي اعجنها كويس قوي لحد ما يكون العجينه ديت معايا ملساء، عجينه ناعمه قوي ما فيهاش اي مشاكل. وببركه ايديك يا امي تبتدي تلفيها كده وترجعيها في البوله اللي احنا عجنا فيها من البدايه. غطي بقى العجين دوت وسيبيه يريح معاكي مش اقل من نص ساعه. بعد ما بيريح معانا بنبتدي نطلع العجين ونبتدي نعمل الخطوه الثانيه. كده الدنيا تمام معانا وزي الفل. بص العجينه عامله ازاي ما شاء الله، مش محتاجه كلام يعني. لحد دلوقتي الدنيا تمام. هنحط شويه زيت ونبتدي نعمل العجينه ديت على شكل رول. انا ولا حطيت زبده ولا حطيت سمنه. خدي بالك العجين النهارده اقتصادي، غير ان هو اقتصادي هطلع لك فطيره بفضل الله هتطلع معاكي روعه الروعه. طعم السمنه والزبده الفلاحه هيكون فيها. ازاي الكلام ده؟ هنشوف مع بعض. بنعمل العجين على شكل رول زي ما انت شايفه كده، وبنجيب اسكليبر او سكينه بظهر السكينه زي ما انا شغال كده، نبتدي نقطع العجين معانا. هنشوف دلوقتي انا عملتها كام بله، او نقرص العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بلغه الفطاطريه. حلو الكلام. بنبتدي نلف العجين زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايز العجينه ديت يكون فيها اي فتحات، لان في خطوه تانية هتريح فيها العجين ولكن في الزيت. عملت العجين كله مقاس واحد صغير وسبت اكبر حته اللي هنقفل بيها العجين بتاعنا، وديت هتكون الكفر او اخر حته هنقفل بيها الفطيره بتاعتنا. كام عجينه بقى معايا؟ ادي 2 4 6 8 10 12 13 14 عجينه ما شاء الله. تعمل معاكي تقريبا لو انت عايزه تعملي فطير شرقي اللي هو الصغير مش مشلتت، تاخدي كل عجينتين تعملي بيهم فطيره. ولكن انا عايز اعمل فطيره كبيره اللي هو فطير الصباحيه بقى والصيف والشتاء، واحلى فطير في العالم بجد يا جماعه. تحطيه في الفريزر يقعد معاكي اسبوع 2 3، يكون مقفول كويس بكيس بورشن او ستريتش رول. يطلع من الفريزر يتسخن في الميكرويف او يخش الفرن، انسي كانه لسه معمول طازه، ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب بسيح هنا شويه زبده فلاحي وبحط شويه زيت. بص بقى الخطوه ديت، واحنا طبعا ولا هنهوي ولا هنورق الفطير غير بالطريقه ديت السهله البسيطه اللي ممكن اي حد يعملها. ببتدي افرد العجين بالزيت زي ما انتم شايفين كده لغايه ما العجينه تكون معايا شفافه مبينه شكل الترابيزه من تحت او البلانشه اللي انا شغال عليها. ببتدي اطبق الفطير واديله شويه سمنه بلدي. بص المنظر، انا كل ده شغال بزيت. اكيد بنحط زبده فلاحي بس مش بنفس الكميات اللي انا بشوفها في الفيديوهات بصراحه بتاعت الفطير المشلتت. زي ما انتم شايفين كده انا طبعا في ثقه ومصداقيه ما بيننا. جربي الفطير بطريقتي وبالمقادير اللي انا بقول لك عليها، والله العظيم هتدعي لي وهتبقي استاذه كمان في الفطير المشلتت. طيب انا بفرد واحده كمان زي ما احنا شايفين كده، بنبتدي نهويها وهي على الترابيزه، ولا برفعها ولا بلفها ولا اي حاجه. والحروف اهم حاجه يا جماعه عشان ما يبقاش في كتل من العجين. نبتدي نفردها وزي ما انتم شايفين كده باخد شويه زبده من الطاجن وابتدي المس كده على الفطير من فوق، واحط العجينه الصغيره اللي انا لفتها واطبق نفس القصه في كل العجين. تمام الكلام، لغايه ما نوصل لاخر كفر او العجينه الكبيره اللي انا قلت لحضراتكم عليها. بعد ما انا بطبق بس بحط الزبده الفلاحي في الطبقات ما بين الطبقات. حتى لو اتقطعت منك بالشكل ده مفيش اي مشكله، اهم حاجه تحافظي على العجينه الاخيره اللي احنا هنلف بيها الفطير. طيب خلينا نشوف مع بعض واحده كمان، وانا اسف ان انا هعيدها تاني ومش قصدي والله ان انا اطول الفيديو، ولكن دي اهم خطوه في الفطير. يعني احنا كشيفات بنقول على الفطاطر الشاطر او سر الفطاطر في ايه؟ في صنعته، ان هو بيهوي الفطير كويس ويكون مفروض ما يكونش معجن ولا حاجه. فاحنا طبعا بنعمله في البيت، ودي اهم خطوه في ان احنا بنعمل فطير مشلتت في البيت. والباقي كله بيكون شغل الفرن، واي حد ممكن يسوي في الفرن، ولكن في اسرار برضو او تريكات هقول لك عليها عشان تطلعيه مظبوط. ببتدي حتى لو اتقطع منك ما تقلقيش، جمدي قلبك وافردي عضلاتك وطبقيه كده زي ما. اهم حاجه تحافظي على اخر عجينه هي اللي هتكون الكفر او شكل الفطيره في الاخر. ببتدي اطبقه كده، طبعا بنغنغها واسقسقها بقى بالسمنه البلدي
ونركن على جنب ونشتغل في كل الفطير اللي معانا او العجين اللي معانا لحد ما نوصل لاخر عجينه. تعالوا بقى نفردها مع بعض ونشوف هنقفل الكفر او الفطيره الاخيره بتاعتنا ازاي. دي طبعا ضعف العجين كله، يعني انا قرصت العجين كله مقاس واحد ودي الضعف اكبر عجينه فيهم. بفردها بالمنظر ده وانغنغها بقى بالسمنه البلدي وروق بقى الدنيا وظبط الدنيا بالسمنه البلدي. كل اللي انا عملته ربع كيلو زبده فلاحي او سمنه بلدي. حلو الكلام. بصوا الفطيره عامله ازاي. دي صينيه مقاس 40 ما شاء الله تكفي العيله والجيران كمان. ببتدي احط السمنه البلدي على الوش ونغطي العجين ونسيبه كمان يريح مره كمان ومره اخيره بالمنظر ده. غطيها بستريتش رول او كيس بورشن زي ما انا عملت كده، واول ما تريح معاكي تبتدي تفرديها وتكوني مولعه الفرن على اعلى درجه حراره عندك وتدخلي الصينيه ديت الفرن. والف هنا وشفا على اللي هياكل فطير مشلتت فتاك. تعالى اوريكم التوريق وندوق ونشوف ايه الاخبار. الفطيره ديت قعدت تقريبا ربع ساعه في الفرن على اعلى درجه حراره. طبعا بص المنظر عامل ازاي، قلبه طري وزي الفل. بص قلبه عامل ازاي اهو، لكن الكفر لازم يكون مقرمش ومخرمش كده اهو. بص قلبه عامل ازاي. اللهم صل على النبي. حاجه يا جماعه من ورا العقل، من ورا العقل. يتاكل بقى بالجبنه القديمه كده